ضاقت يا علي يا علي ضاقت يا علي ضاقت يا علي وانت لها مني تضيق مد ايدك وحلها الناس تعبان مد ايدك وخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحالة شفتوها قدامكم ما تحتاج الى شرح. احد اخوانكم من محافظة ذي قار اللي هو سعدون من مدينة الناصرية من مركز المحافظة. مثل ما عرفتوا شفتوا قدامكم الحالة والفيديوهات اللي طلعت قدامكم. طبعا هي مقاطع مؤلمة جدا بس احنا نريد نوصل لكم الحالة مالته. سعدون محتاج الى عملية تشمع بالكبد. العملية مالته بمصر. سعدون حاليا عنده نزيف حاد بالدم، يعني باليوم وصلت بيه انه يحطوا له 6 طاوله دم بالاضافه للازمه اللي موجوده وبالاضافه للعلاجات الغاليه. اليوم احنا محتاجين وقفتكم يا اهل الناصريه. سعدون منتظركم ومنتظر تبرعاتكم. اليوم احنا كفريق الأيادي البيضاء في محافظه ذي قار تكفلنا بهاي الحاله اللي هي حاله سعدون. راح نفتح باب التبرع، راح نخلي لكم ارقام تليفوناتنا على الشاشه اللي موجوده. اي شخص حاب يساهم ويانا بخصوص حاله سعدون انه حتى رجع للحياه، حتى نرجع سعدون لعائلته، حتى نرجع سعدون بلكي الله يشتغل ويخلي له بيت يسكن ببيت الايجار. وابو زهراء الناصري. موقف واحد احب اسولف لكم اهل الخير. الجاليه العراقيه والناصريه وكل المحافظات بالعراق وخصوصا الاقضيه والنواحي. اقول لكم عبد الله اخو سعدون طقته جلتين بسبب سعدون للي يتباوع له ما عنده فلس احمر. انه ياخذ سعدون اخوه ويعالجه خارج القطر. عبد الله يتباوع لاخوه متوقف على مود 20 مليون يا ناس، بس 20 مليون ننقذ حياه سعدون حتى عبد الله يرتاح. سعدون قاعد ببيت اجار ويا اخوته ما عنده لا حول ولا قوه. اسال الله ومحمد وعلي ان يوفقنا واياكم ننقذ حياه سعدون. جزاكم الله خير. سعدون بذمه الله وذمتكم اهل الخير. اليوم هاي دعوة لإخواننا في محافظة ذي قار بأقضيتها ونواحيها. اليوم دعوة إلى كافة المحافظات العراقية بدون استثناء. اليوم دعوة إلى كافة الأخوة الموظفين، الناس الميسورين، الناس التجار، الجالية العراقية، أي شخص متمكن ويقدر يساعد ويانا حتى إنه ننقذ حالة سعدون من هذا اللي جاي تشوفونه قدامكم. جزاكم الله ألف خير. إن شاء الله ما تقصرون. راح ننتظركم. اخوكم الاعلامي العام الشرفاوي، ابو زهراء الناصري، الاخوه في فريق الايادي البيضاء، زيوني اللي مسؤول على جمع التبرعات في الفريق، ايضا فروعنا اللي موجوده بالاقضيه والنواحي اللي راح نخليكم ارقام تليفوناتها. ننتظركم ويساعدون ان شاء الله ما تقصرون. جزاكم الله الف خير، لانه سرعه الاستجابه وسرعه التبرع راح ننقذ بها حياه هذه البشر. جزاكم الله الف خير. مع السلامه.